الصيام المتقطع هل هو فعلا مضر للسيدات ولا لا؟ هل ليه اضرار على الخصوبه سواء في السيدات او الرجال ولا لا؟ السلام عليكم، معكم دكتوره منال جلال، استشاري التغذيه العلاجيه. النهارده هنعرف مع بعض هل الصيام المتقطع ليه اضرار على الخصوبه في السيدات او في الرجال ولا لا. بس قبل ما نعرف هل هو مضر ولا لا، تعالوا نعرف مع بعض ايه انواع الصيام المتقطع او ايه هو الصيام المتقطع. الصيام المتقطع هو في الاساس روتين غذائي، يعني هو مش جدول او نظام غذائي معين، لا هو سيستم يتبعه الشخص ده، او كانه بيقول لايف ستايل الشخص بيمشي عليه سواء في فتره الدايت بس او بيكمل عليه بقيه حياته. وفي انواع كتير منه. اول نوع او اكتر نوع منتشر ومؤثر هو 16/8 ده ان انا بصوم 16 ساعه وبفطر او بتناول الاكل بتاعتي فتره 8 ساعات، باكل وجبتين او وجبتين وسناك على حسب الجدول الغذائي بتاعي وفي خلال 8 ساعات، وبقيه اليوم ببتدي اصوم عن الاكل واللبن والسكر، يعني اي مشروب بشرب اي مشروب عندي في الفتره دي بدون لبن وسكر، وبمتنع عن الاكل تماما بكل انواعه. طيب وعندي نظام تاني 5/2 ده يعني خلال الاسبوع انا باكل اكل طبيعي لمده 5 ايام، وباجي في يومين بقلل السعرات بتاعتي، تبقى اجمالي السعرات خلال اليوم كله من 500 ل 600 سعر في يومين 2، وارجع تاني اكرر النظام مره ثانيه. وخلال فتره الاسبوع العاديه 5 ايام باكل اللي انا عايزه، باكل اكل طبيعي يعني. طيب وعندي نظام تاني اللي هو 12 ساعه، وده النظام اللي هو بصوم 12 ساعه وباكل 12 ساعه، وده النظام اللي هو البدائي اللي ببدا بيه اي حد لسه مبتدئ في الصيام المتقطع، بيبدا بيه كتمهيد. بعض الناس بتستمر عليه وبعضهم بياخده كبدايه، وبعد كده بيزود عدد ساعات الصيام. النظام الاخير واللي هو اجريسيف جدا او يعني شديد جدا اللي هو 24 ساعه، ان انا بصوم يوم كامل 24 ساعه. انا افترض ان انا اكلت النهارده وجبه الساعه 12 الظهر، فانا بفضل عليها لغايه تاني يوم الساعه 12 الظهر ما باكلش حاجه، وارجع اكل في نفس الميعاد. يبقى يوم واحد في الاسبوع بكرره مره او مرتين. طبعا هو بيبقى صعب جدا وليه اضرار كتير جدا، فاحنا ما بنشجعوش، ولكن في بعض الناس بيقول لك لا انا اكل براحتي خالص واظبط الاداء في يوم واحد بس اظبط الدنيا. لكن ده في الغالب بيستخدم للتثبيت، يعني انا ببقى عايز اثبت وزني فبحاول اعالج اللخبطه اللي انا عملتها طول الاسبوع في اليوم ده. طيب يبقى ده بالنسبه للانظمه. طيب ايه الفوائد بتاعتها؟ خلينا نتفق ان الفوائد بشكل عام للناس الاصحاء، تعالوا نقولها سواء رجال او سيدات، ان هي بتحسن لي الحرق، بتزود لي حساسيه الانسولين او بتحسن من حساسيه الانسولين، بتعمل لي ضبط للضغط ولكن بشروط، ضبط للضغط والسكر ولكن بشروط، دي لازم نحط تحتيها 100 خط، يعني مش هنقولها انها من المميزات الاساسيه، ولكن هنقول ان دي هنناقشها في الجزء بتاع الامراض المزمنه. يبقى احنا بنتكلم انها بتزود الحرق، بتزود حساسيه الانسولين، بتحفز لي الحرق من الدهون اكتر من السكريات او الكربوهيدرات اللي في الجسم، بتظبط لي الشهيه. طيب هل المميزات دي عند كل الناس؟ لا للاسف، في بعض الناس ما بيقدرش يظبط شهيته. يبقى من ضمن مشاكل او اضرار بتاعه الصيام المتقطع ان هو بيعمل اضطراب في الشهيه. بعض الناس الصيام المتقطع ايا كان نوعه مش مناسب لللايف ستايل بتاعهم. واحد مثلا يومه يبقى طويل جدا، بيصحى بدري ويبقى عنده يوم طويل في الشغل، وبعد كده عنده اكتيفيتي وخروجات ومشاوير وبيرجع متاخر، فهو يومه محتاج يبقى موزع الطاقه بتاعته على مدار اليوم. الوجبات بتاعته محتاج ان هو يبقى موزع الوجبات بتاعته عشان كل وجبه تديله طاقه تكفي للفتره اللي بعدها. فبالتالي لما يجي يمشي على الصيام المتقطع بيتعب ويحس بارهاق وصداع وطاقته قليله ومزاجه بيبقى مش كويس، واوقات بيبقى الضغط مش كويس كمان نتيجه ان هو منقطع عن الاكل فتره طويله، فنسبه الاملاح زادت في جسمه، فالضغط بتاعه ممكن يرتفع، ممكن يحصل العكس ويحصل هبوط ودوخه. كل دي اعراض وارده جدا لبعض الناس اللي لا يناسب ليهم الصيام المتقطع. اذا لازم نقول ان الصيام المتقطع ده لايف ستايل لازم، او روتين غذائي لازم يبقى مناسب للايف ستايل بتاع الشخص اللي هيتبعه، ولازم يبقى مناسب لليوم بتاعه والاكتيفيتي كمان اللي بيعملها. يعني لو جينا الامراض المزمنه هنلاقي الصيام المتقطع ليه ميزه وفي نفس الوقت ليه عيب. يعني لمرضى السكر هو بيساعده في التحكم في السكر، ولكن قد يكون عند بعض الحالات عيب خطير لان هو مش مرتبط بمواعيد الادويه. ممكن يكون الفتره دي مش مناسبه في عنده مواعيد ادويه في فتره الصيام، فما ينفعش ياخدها وهو مش بياكل، وما ينفعش ينقطع عنها والا يحصل مشكله. وبالتالي سواء الضغط او السكر او القلب او الكلى، الامراض دي كلها ايا كان فوائد الصيام المتقطع
فلازم تبقى تحت اشراف الطبيب المتابع للحاله، مش اي دكتور. يعني ما اروحش اسال اي دكتور اقول له انا عندي سكر اخد كذا ولا لا، لا، الطبيب المتابع بتاعي هو اللي يقول او لا. طيب معلش احنا استفدنا في الشرح، ولكن كل الحاجات دي مهمه جدا عشان توصلني المعلومه الاخيره الخاصه بالخصوبه. طيب نيجي بعد كده، يبقى احنا قلنا الامراض المزمنه ايا كان هو ليه فايده وليه عيب. يعني هو للكلى مثلا اللي عندهم مشاكل في الكلى هو مفيد بان هو بيريح الكلى في فتره الصيام، ولكن غلط ان انا بضغط على الكلى في الفتره الثانيه، ان انا بقلل الوجبات وباجي اخلي تركيز الاكل بتاعي البروتينات والمغذيات بتاعتي في وقت معين قد تكون خطر على الكلى في الوقت ده، وبالتالي لازم مناقشه او رجوع للدكتور المختص. نيجي بقى للجزء المهم الخاص بالخصوبه وبالذات عند السيدات. فعلا بعض الحالات تم اثباتها ان انا عندي مشاكل في الخصوبه او مشاكل في الهرمونات، توازن الهرمونات عند السيدات والمؤثره على الدوره الشهريه والحمل والرضاعه والكلام ده في فتره صيام متقطع. ولكن لما الابحاث دققوا شويه في الموضوع لقوا انه مش السبب مبدا الصيام نفسه، وهي احنا كلنا بنصوم في رمضان ومحدش بيتعب، لكن مبدا الصيام نفسه بيكون زياده عدد ساعات الصيام، ده ممكن يسبب مشاكل عند السيدات. يعني 16 ساعه ممكن يسبب مشاكل، لكن 14 ساعه امن كتير. طيب ايه كمان ممكن يسبب؟ سوء التغذيه، عدم توازن التغذيه اللي باكلها في الوقت ده هي اللي بتسبب عدم توازن الهرمونات في الجسم. يعني الموضوع مش بيرجع لمبدا الصيام المتقطع نفسه، ولكن بيرجع للتوازن الغذائي والاكل والسعرات اللي باخدها في فتره الصيام بتاعتي وفتره الفطار. اذا هو دي تاثير يعني مش كل الناس بيأثر عليها. في ناس بيبقى عندها اصلا استعداد لاي مشاكل هرمونيه لان ما عندهاش توازن هرموني في جسمها، فعندها نقص مثلا او اضطراب في الهرمونات، وبالتالي مع بدايه الصيام المتقطع بتظهر مشاكل كتيره جدا. طب عندي ناس ثانيه بيبقى الموضوع معاها تمام جدا، بالعكس ده بيحسن الخصوبه، بيحسن التوازن الهرموني. يعني هو نفسه اللي ممكن يسبب تحسن الهرمونات هو نفسه اللي ممكن يسبب مشكله. اذا نرجع بقى للاساس يا جماعه، الصيام المتقطع ده روتين او مبدا غذائي، ولكن نجاحه او فشله يعتمد على توازن الوجبات اللي باكلها في فتره الفطار بتاعتي، الفتره اللي انا بحط فيها بحددها للاكل بتاعتي. وبالتالي لو خدت السعرات اللي انا عايزها اللي جسمي محتاجها، وخدت المكملات الغذائيه والمواد الغذائيه اللي هي المغذيات اللي جسمي محتاجها، والاكل كان متوازن ما بين نشويات وكربوهيدرات وبروتين، كل ده يخلي لي في الاخر المعادله ناجحه، ان انا بنزل في الوزن، الجسم بياخد الاستفاده بتاعته، ما بحملش على الكلى، ما بحملش على ازود حاجه مثلا كوليسترول، ازود سكر، كل الامور عندي متوازنه. اذا ارجع للنظام الغذائي اللي انا ماشيه عليه. يعني انا بحط برنامج غذائي واحطه في فترات صيام متقطعه بحيث ان انا احفز الحرق وازود الحرق وابني الكتله العضليه بتاعتي، بالذات عند الرجاله. يعني هو من ضمن مميزاته في الرجال ان هو بيحسن الحرق وبيحسن بناء الكتله العضليه، لان انا مركزه في البروتين فتره طويله. طيب نيجي بقى للسيدات، اتفقنا ان هو ليه بعض الاعراض الخاصه بالهرمونات، وده بيرجع لعدم توازن المغذيات اللي باخدها في النظام. لذلك يا جماعه علشان اقول معلومه ان نظام الروتين نفسه او الصيام المتقطع مضر او مفيد، لازم ابص على انا باكل ايه خلال النظام ده، باكل ايه خلال فتره الافطار بتاعتي، وبمتنع عن ايه خلال الصيام عشان اشوف جسمي داخل له المغذيات الاساسيه بتاعته ولا لا. اتمنى ان ما كنتش طولت عليكم، اتمنى يكون الفيديو مفيد لحضراتكم. لو حابين نناقش المعلومات كل نقطه من دول بالتفصيل لان في تفاصيل كتير جدا، انا اسفه الفيديو طويل بس انا حاولت اختصر. لو حابين نناقش اكتر اكتبوا لي في الكومنتات، وانا هسيب لكم بعض المراجع اللي هي بتثبت فوائد واضرار الصيام المتقطع في الكومنتات ان شاء الله اللي عايز يطلع عليها. وهنعمل كده في كل فيديو ان شاء الله جديد، كل معلومه هنقولها هيبقى لي فيها المرجع بتاعها او المصدر بتاعها هيبقى في الكومنتات. اتمنى يكون فيديو مفيد لحضراتكم، اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.